خلاص الرحلة انتهت وآخر مادة كانت النهارده، طبعًا ألف مبروك، وباقول لك إن الرحلة خلصت والنتيجة لسه ما طلعتش عشان فعلًا أكبر جهد أنت بذلته في حياتك يعتبر خلاص انتهى، انبسط بإنجازك واتبسط بمجهودك أيًا كانت النتيجة، وأيًا كانت الكلية اللي أنت هتخشها، حتى لو أنت كنت عايز كلية معينة وما قدرتش إن أنت تدخلها، فأنا جاية لك من المستقبل، وأي حد في المستقبل بيسمعني هيقول لك إن أنت لسه عندك القدرة إنك تشتغل الحاجة اللي أنت عايزها، لأن الدنيا دلوقتي مش زي زمان خالص، دلوقتي معظم الوظايف تقدر تاخد ليها تدريبات وكورسات ومنح ودبلومات وحاجات كتيرة جدًا، فاللي فاتك ممكن تعوّض. وطبعًا أنا مش محتاجة إن أنا أكلمك عن الإنجليزي، لإن أنت لو بدأت تتعلم لغة أثناء الكلية هتبقى خلاص ضمنت وظيفتك قبل ما تتخرج أساسًا. ويمكن أقول لك جملة كليشيه اللي هو فعلًا ما حدش عارف الخير فين، يعني أنت ممكن يكون فايتك كلية أنت فعلًا كنت عايزها، بس أنت ما تعرفش إن ربنا غيّر مسار حياتك لحاجة هي أكيد هتبقى أحسن. فالدنيا واسعة، شوف رزقك واتعلم وجرّب واغلط وقع وقوم، وحاول إن أنت تحقق أحلامك مهمًا كانت النتيجة. باوصيك تهتم بالcourses وباللغة كويس جدًا وربنا يوفقك في النتيجة اللي جاية.